المشاهدون الأكارم، طبتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. جمعية الزراعة النقدية تعقد مؤتمرها الخامس. دعوة لتنظيم خدمات مواصلات حارات على طريق صنعاء في أسمرة. تطور خدمات العلاج الطبيعي في أسمرة. روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بخصوص تخريب خطي نورد ستريم. الفلبين والولايات المتحدة تعقدان أكبر مناورات حربية منذ سنوات. حزمة عاشرة جديدة من العقوبات الأوروبية على روسيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت جمعية الزراعة النقدية مؤتمرها الخامس يومي 14 من فبراير في أسمرة. وأوضحت الهيئة الإدارية في التقارير الذي قدمته القيام بأعمال تنمية القدرات البشرية من العامين الماضيين بتنظيم الدورات التدريبية في الداخل والخارج لتطوير الأعمال والقانون وتربية الدجاج والنحل وتربية الحيوانات وغيرها. وذكر التقرير بأن تحسين شرط العضوية والمدفوعات الشهرية ساعد في زيادة الأعضاء، كما أن فرص القروض المقدمة بدعم الكونفدرالية الوطنية للعمال خلقت دافعا قويا في العمل. وأشار إلى أن استطاعة العضوات من المشاركة في عروض البازار الشهري مكن من التعريف بالمنتجات والحصول على الفرص في الأسواق. وشكرت الهيئة الإدارية للجمعية بدور وزارة الزراعة والكونفدرالية الوطنية للعمال والمؤسسات الوطنية للتدريب والكفاءة. وأوصى المؤتمر باهتمام الجمعية لتنمية قدرات أعضائها، وشهد انتخاب هيئة إدارية جديدة من 7 أعضاء. وهنأ وزير الزراعة سيد رفاين برهي في الكلمة التي ألقاها جمعية الزراعة النقدية الإريترية للعمل القوي بتعطير المرأة الشابة، داعيا لتوسيع أنشطتها عبر إيجاد الأسواق الخارجي. وحث الجمعية للدفع بالتنمية الزراعية عامة والبطاطس الحلوة خاصة، مؤكدا على تعاون وزارة الزراعة مع الجمعية. دعا سكان صنعاء في شركة حارات المواصلات العامة لإعادة تنظيم خدمات المواصلات التي تقدمها على خط صنعاء في أسمرة. وأوضح السكان بأن عدم تخصيص حافلات إضافية أثناء وجود كثافة المسافرين من وإلى صنعاء في أسمرة يخلق صعوبات على السكان. وذكر السكان وجود أشخاص يقطعون تذاكر السفر ومن ثم يبيعونها بأسعار مضاعفة، مستغلين الوضع الراهن لخدمات النقل البري. ويجب على الشركة تخصيص حافلات إضافية لمنع هذه الأعمال ومراقبتها. وتقدم شركة حارات خدمات المواصلات من مدينة صنعاء إلى مناطق سرحة وموخة وعد أيح ودك أمحرة وأسمرة. وقد طالب السكان لإعادة فتح خطوة صنعاء إن داشم وصنعاء الزقفيت المتوقفة. أفاد مركز العلاج الطبيعي في جودايف بأسمرة تطور الخدمات الصحية المقدمة في المركز. وأوضح مسؤول المركز السيد برهان حيالو أن المعدات الطبية الرقمية المتطورة التي تقوم وزارة الصحة بإدخالها تسهم كثيرا في نوعية العلاج المقدم. وقال إن المركز يقدم الخدمات يوميا ل 150 إلى 250 مواطن. إضافة إلى ذلك يقدم المركز خدمات ما بين 10 إلى 15
15 مريض قادم إلى المركز من المستشفيات المرجعية. وذكر أن الأمراض المستفعلة هي شلل الجزء الأسفل من الجسم وشد العضلات والتواء الوجه. وقال إن التواء الوجه يكون علاجه مضمونا بنسبة 90% إذا جاء المريض في غضون 10 أيام من الإصابة. وأوضحت الطبيبة الصينية العاملة في المركز الدكتور زي موجون تشيبته خدمات العلاج الطبيعي المقدمة في إريتريا والصين، وأن نسبة العلاج مرتفعة جدا. وأعرب المرضى عن الارتياح للخدمات والإرشاد الصحي المقدم لهم. أوضح مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي في التقييم نصف السنوي الذي أجراه يوم 10 من فبراير، أوضح ارتفاع المشاركة في التعليم عامة والطالبات خاصة. وطالب المشرفون التربويون في التقارير الذي قدموه لسد نواقص المدارس حسب الأولويات في الكتب والأثاث المدرسية والبنى التحتية الرياضية والمياه والأسوار لدورها في نجاح العملية التعليمية. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ مريح كيروس نسب النجاح في المراحل التعليمية الثلاث. ودعا مسؤول التعليم الثانوي في المديرية الأستاذ جبر ميكائيل أوبا ميكائيل أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم وتشجيعهم. يقوم سكان مدينة قندع بنفير نظافة وصيانة الطرق. وأوضح السكان أن البرنامج يهدف إلى الحد من الأمراض الناجمة عن نقص النظافة. يشارك في النفير الذي يجري يومين في الأسبوع أكثر من 2000 شخص، ويشمل النفير أيضا رعاية الأشجار والتشجير. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم بعد تقرير يفيد بتورط الولايات المتحدة في الحادثة. كما طالبت واشنطن بإثباتها أنها ليست وراء عملية التخريب. وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أنه في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة بتفجيرات خطوط أنابيب غاز نورد ستريم طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 من فبراير. ويعتزم مجلس الدوما الروسي النظر في اقتراح إجراء تحقيق دولي عاجل في الهجوم على خطي أنابيب الغاز نورد ستريم. في غضون ذلك نقلت وكالة تاس للأنباء عن السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة قولها إنها يتعين على واشنطن محاولة إثبات أنها ليست وراء تخريب خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز من روسيا إلى غرب أوروبا. قال قائد أركان الجيش في مانيلا إن الفلبين والولايات المتحدة ستجريان هذا العام أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بينهما منذ 2015 على خلفية التوترات المتزايدة مع الصين في بحر الصين الجنوبي. تؤكد التدريبات على تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، وتأتي في الوقت الذي تدين فيه الفلبين الإجراءات الصينية العدوانية في الممر المائي المتنازع عليه، بما في ذلك استخدامها الليزر من الدرجة العسكرية ضد إحدى سفن مانيلا في وقت سابق. وصرح قائد الجيش روميو براونر للصحفيين بأن مناورات باليكاتان السنوية ستجرى في الربع الثاني، وقد شاركت فيها أكثر من 8900 جندي العام الماضي. ومنحت الفلبين لواشنطن وصولا أكبر إلى قواعدها العسكرية كجزء من جهود الأخيرة لردع توكيد الصين المتزايد في بحر الصين الجنوبي والتوتر بشأن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي. في عام 2015 شارك أكثر من 11,000 جندي من البلدين في التدريبات العسكرية المشتركة.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين فرض حزمة 10 من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب. وقالت فون دير لاين إن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا تحرمها من منتجات بقيمة 11 مليون يورو، وذلك بحظر تصدير الاتحاد الأوروبي للسلع الصناعية والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى ضوابط على 47 مكونا إلكترونيا جديدا تستخدم في أنظمة الأسلحة الروسية بما في ذلك المسيرات والصواريخ والمروحيات. كما قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن العقوبات الجديدة تتضمن أيضا تجميد أصول 100 فرد وكيان آخر وحرمانه من التأشيرات. وفي أول رد فعل على العقوبات الأوروبية الجديدة قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العقوبات ضد موسكو جزء من الحرب الهجينة المعلنة على بلاده. الخبر الأخير: التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل رحلته إلى أوروبا في خضم توترات متجددة بين الصين والولايات المتحدة. وعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال الاجتماع عن نفس الهدف المتمثل في المساهمة في إرساء السلام في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي حسب ما أعلن قصر الإليزيه. واستقبل ماكرون الوزير الصيني في الإليزية بعدما اجتمع في نوفمبر في إندونيسيا بنظيره الصيني شي جين بينغ، وقبل زيارة مرتقبة له إلى الصين لم يعلن عن موعدها بعد. ولا يخفي الرئيس الفرنسي أمله في أن تمارس الصين ضغوطا على روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات في وقت لا تزال فيه بكين حليفا أساسيا لموسكو. ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. جمعية الزراعة النقدية تعود مؤتمرها الخامس. دعوة لتنظيم خدمات مواصلات حارات على طريق صنعاء في أسمرة. تطور خدمات العلاج الطبيعي في أسمرة. روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بخصوص تخريب خطي نورد ستريم. الفلبين والولايات المتحدة تعقدان أكبر مناورات حربية منذ سنوات. وحزمة 10 جديدة من العقوبات الأوروبية على روسيا. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.